الشخصية النرجسية من أكتر الشخصيات اللي بتتعب اللي حواليها، رغم إن بعض صفاتها في البداية بتبان جذابة وملفتة للانتباه، إلا إن التعمق في العلاقة معاها بيكشف لك معناها الحقيقي. لكن يعني إيه نرجسي أصلا؟ الشخص النرجسي هو اللي بيكون عنده إحساس مبالغ فيه بأهميته، وبيحب يكون محور الاهتمام ومحور الكون دايما، بيموت في حاجة اسمها إعجاب الناس بيه بشكل مستمر، وغالبا بيقلل من شأن الناس التانية أو بيتجاهل مشاعرهم عشان يفضل هو اللي في الصورة. صفات الإنسان النرجسي: حب الظهور والسيطرة، عايز يبقى دايما في المركز الأول ودايما تحت السبوت لايت والكل يسمع له ويمدح له. انعدام التعاطف، مش بيحس بمشاعر الناس ومش فارق معاه حد أصلا غير نفسه. أستاذ في استغلال الآخرين، بيستخدم كل اللي حواليه لمصلحته حتى لو على حسابهم. لو حد وجه له انتقاد بيتجنن وبيعامل الشخص بأسلوب جارح، دايما بيعيش دور الضحية. لو واحد واجهه يقلب عليه الترابيزة ويقول له إن هو اللي اتأذى. العلاقة مع الشخص النرجسي مرهقة نفسيا جدا، خصوصا في الزواج أو العلاقات القريبة. دايما الطرف التاني بيحس بالذنب وتقليل. طب ازاي تتعامل مع الشخص النرجسي؟ اول حاجه لازم تحط له حدود واضحه، ما تسمحلوش انه يتعداها او يتحكم فيك. ما تحاولش تغيره لان التغيير مش بيجي منك. احتفظ بثقتك بنفسك. النرجسي عنده الكفاءه انه يخليك تشك في نفسك وتشك في قدراتك، فافضل حاجه ان انت تفصل بين رايه فيك وحقيقتك. لو العلاقه مؤذيه بزياده انسحب، سلامك النفسي اهم. الخلاصه كده: الشخص النرجسي مش دايما بيكون واعي بسلوكه، وممكن يكون هو نفسه موجوع ومجروح، لكن ده ما يمنعش ان انت تحمي نفسك وتحافظ على سلامتك. افهم طبيعة الشخصيات اللي حواليك وحط حدود تحمي قلبك، لان المحبة لا تعني انك تسمح بالاذى.